السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل كاتشب ونص كيلو كاتشب من حاجات بسيطة جدا وكلها موجودة في البيت. ليه نشتريه بالغالي لما ممكن نعمله في البيت بكل سهولة، وكمان أحسن من بره بكتير. كفاية إن هو معمول في البيت وما فيهوش مواد حافظة. تعالوا معايا نشوف الوصفة. احتاجت في وصفتي النهاردة كيلو من الطماطم الحمرا جدا، يعني واحنا بنقيها حاولي تدوري على اكتر طماطم لونها غامق، مش عايزة يكون اللون الاحمر بتاعها فاتح خالص. وبعد كده هنغسلها كويس جدا وتعالوا ننضفها ونقطعها عشان تكون جاهزة على الخلاط. طبعا تقدري تضاعفي الكمية او تقليها براحتك جدا. هنبدأ ان احنا نشيل الحاجات اللي هي زي العنقود كده اللي فوق ده، وهنبدأ ان احنا نقطعها مكعبات علشان تكون سهلة في الضرب وما نحتاجش نحط لها مية، لان وصفتي اصلا مش محتاجة مية خالص. وهنقطع كل الكمية، وهو ده شكل كمية كيلو الطماطم بعد ما اتقطعت. وبعد كده حطيناها في درق الخلاط بدون اي مية. ولو الخلاط بتاعك مش قوي جدا ياريت نحط معلقة أو معلقتين من المية بسيطة جدا، لأن وصفتي مش محتاجة ولا نقطة مية. بعد ما خلطت الطماطم على الناعم في الخلاط بدأت إن أنا أجيب مصفى تكون ضيقة جدا، مش عايزاها تكون واسعة علشان تحجب لي كل القشور والبذور بتاعة الطماطم. وبعد كده هنزل حبة حبة بالسباتيولا أو بإيدك أو بمعلقة، نبدأ إن احنا نخلص عصير الطماطم من القشور والبذر بتاعته زي ما احنا شايفين. وبكده انا خلصت كل كمية الطماطم وهتخلص من القشر والبذور بتاعتها، وكل ده وفي الحلة. وبعد كده هرفع الحلة بتاعتي على النار، بس بعد ما احط لها شوية توابل علشان تبدأ تتسبك وتتخلص من كل المية. احتاجت نص معلقة صغيرة من التوم باودر، وكمان نص معلقة صغيرة من البصل باودر، وربع معلقة ملح أو نص حسب الملح اللي موجود عندك، وكمان ربع معلقة فلفل أسمر أو فلفل أبيض حسب الرغبة. هنقلبهم كويس جدا، وتعالوا بقى نرفع الحلة على النار. وادي الحلة على النار، حطيت عليها معلقتين من السكر، معلقتين صغيرين، تقدري تزودي حسب الرغبة لأنه الكاتشب بتاع بره دايما بيكون فيه سنة سكر بسيطة. تقدري تستبدليه بعسل نحل أو جلوكوز، اللي موجود عندك تقدري تحطيه. وبعد كده هسيب الطماطم تغلي كويس جدا وتتسبك على نار هادية. بعد مرور 3 دقايق وبدأت الطماطم تغلي كويس جدا، في مرحلة التسبيك هنزل عليها ب3 معالق كبار من الخل معادل تلت كوباية من الخل، وهقلبهم كويس جدا وهسيبها تتسبك تقريبا تلت ساعة على نار هادية. وتعالوا بقى للمرحلة اللي بعد كده، بعد ما الطماطم بدأت تتسبك يعني باقي فيها سنة مية، وده مش مستحب، فاحنا نسيبها دقيقة كمان عشان نتأكد ان كل المية اللي موجودة فيها اتبخرت. احتاجت معلقة من النشا، معلقة صغيرة، وكمان عليهم معلقتين من المية، ودوبت النشا كويس جدا وهنزل عليها واحدة واحدة مع التقليب. اوعي تسيبي التقليب وانتي بتنزلي بالنشا علشان ما تكلكعش وتبقى فيها كتل كده وكلاكيع، وده مش حلو خالص. احنا عايزين شكلها كريمي زي بتاعت بره. بصوا ازاي اللون بجد فراولة مش طماطم، رائعة. واللي ساعدني على كده ان الطماطم كانت حمرة جدا ومش خضرة، زي ما احنا شايفين الشكل هايل جدا. وهنسيبها على النار بالظبط 3 دقايق. اول ما تبدأ كده تعمل فقاقيع من الهواء زي ما احنا شايفينها، نضمن ان النشا والمية استووا جدا. تعالوا بقى نصبها في القالب اللي موجود عندي. طبعا تقدري تسيبيها لحد ما تبرد، تقدري ان انتي تحتفظي بالكاتشب في اي علبة او باترمون زي ما احنا شايفين بقى شكل البطاطس وازاي قوام الكاتشب هايل جدا. اهم حاجة لما تحفظي الكاتشب في التلاجة لازم تكون الحاجة اللي انتي هتحطيه فيها تكون ناشفة جدا علشان ما يبوظش معاكي بسرعة. وهو ده شكله بجد رائع، لونه هايل كريمي، في كل المواصفات بتاعة الكاتشب بتاع بره. وادي بقى شكل الازازة اللي انا حبيت اوريها لكم. نقدر نحتفظ في الكاتشب فيها في التلاجة لمدة طويلة جدا، ممكن اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، طول ما هي الازازة دي ناشفة هيقدر يعيش معاكي وقت اطول. اتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو في اي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب،
وهرد عليكم بفيديو للوصفة. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي سكتش.